السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة من برنامجكم الكورة مع حاتم. طبعا احنا خلاص اتعودنا على بعض واتعرفنا على بعض، يا ريت ما تنسوش تخشوا وتدوسوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد على اليوتيوب، وبرضه تخشوا وتشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك عدي وشوت، هتلاقوا فيها كل جديد. طبعا المره دي انتم مستنيين ان احنا نتكلم في كاس العالم، ولكن هنتطرق للدوري المصري وبعض الاخبار اللي موجوده فيه ما نقدرش نسيبه، وبرضه هنتكلم شويه عن كاس العالم. وتعالوا نطير ونروح للدوري المصري. تعالوا كده نطير ونروح للاتحاد السكندري، ونطير ونروح لاسكندريه. مدد مدد مدد، الاتحاد سيدي البلد والاسكندريه ماريا، ولكن الخبر المره دي مش سعيد. المره اللي فاتت قلنا كذا اخبار سعيده، من زوران لانضمام لعيبه الاتحاد السكندري او معظم لعيبه الاتحاد السكندري لفرق المنتخبات المختلفه، ومنهم عبد الله نصيب لاعب المشامه او اللاعب الاردني اللي اتصاب مع منتخب الاردن في جزع في الرباط الصليبي الداخلي. والراجل يعني طبيب المنتخب الاردني وطبيب نادي الاتحاد السكندري بيتواصلوا مع بعضهم البعض عشان يشوفوا فتره العلاج وعلاج اللاعب عشان يرجع تاني ويشارك مع الاتحاد السكندري، وبنتمنى له طبعا الشفاء العاجل. نسيب الاتحاد ونروح لنادي فيوتشر. نادي فيوتشر من دلوقتي بيدور على صفقات عايز يدعم بيها النادي او عايز يدعم بيها الفريق، فراحوا لمصطفى عبد الرؤوف زيكا او زيكو، الراجل اللي بيلعب في نادي حرس الحدود، الراجل اللي انضم اخر مره للمنتخب الوطني اللي شافه رو فيتوريا وضمه، ولكن اللاعب ما لعبش. هو لعيب مجتهد جدا، هو لعيب كويس لغايه دلوقتي، بيأدي بطريقه كويسه جدا جدا جدا. لما جم خدوا راي علي ماهر قال له لا يا عم، الراجل ده ما بيناسبش طريقتي ومش هينفعني في المرحله الجايه، انا عايز احسن جناح استفيد منه في المرحله الجايه. عشان كده المفاوضات مش هيبقى في مفاوضات، ولو في مفاوضات زمان المفاوضات وقفت مع مصطفى عبد الرؤوف زيكو، وانا بقول لكم ان الراجل ده مش هيفضل في حرس الحدود. نسيب فيوتشر ونروح للنادي الاهلي. من النادي الاهلي هنتكلم على مارسيل كولر. كولر شاف يعني المباراه بين فريق شباب نادي الاهلي وفريق شباب نادي الزمالك، واللي فاز فيها شباب النادي الاهلي 2-1. الراجل راح تابع المباراه باهتمام كبير جدا واهتمام بالغ، عايز يطمن على اللعيبه اللي معاه فوق في الفريق الاول من الشباب، وفي نفس الوقت بيبص بصه كده على فريق الشباب اذ ربما يلاقي حد يلفت نظره ويطلعه فوق يبقى مفيد ليه في المرحله الجايه. كولر قال لمساعديه وقال للمقربين منه ان الاصابات اللي بتحصل للعيبه النادي الاهلي في المنتخب الوطني دي حاجه غريبه وعجيبه، لانها كلها اصابات عضليه، منهم محمود متولي واخرهم كان حمدي فتحي، وعشان كده خلى ان يبقى في تواصل بين الدكتور احمد ابو عبله وفي نفس الوقت دكتور المنتخب الوطني. تعالوا نطمنكم على مصابين النادي الاهلي. يعني نطمنكم على ايمن اشرف مدافع النادي الاهلي، الراجل اللي قالوا وزادوا عنه قالوا ان عنده اصابه والاصابه مزمنه وهيسافر وهيروح، والراجل بالفعل سافر النمسا وسافر المانيا وعمل الفحوصات اللازمه ورجع ب يعني خلينا نقول بروتوكول علاجي هيبتدي بالفعل في لمده اسبوع، وفي نفس الوقت بعديها هينخرط في التدريبات الجماعيه. هنخش بعد كده على حمدي فتحي اللي اتصاب مع المنتخب الوطني في شد في العضله الاماميه، الراجل في اواخر طبعا فتره التاهيل وفتره العلاج وهيخش مع الفريق مره ثانيه. عايزين نطمنكم برضو على محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي اللي عمل عمليه في انفه او في مناخيره، الراجل خلاص جاله الماسك من بلجيكا وهيبتدي يلبسه وعشان يبتدي يخش في الماتشات ويلعب عادي جدا جدا. عندنا خبر مفرح للنادي الاهلي، عمار حمدي. طبعا كلنا عارفين عمار حمدي اللاعب اللي اتصاب بالرباط الصليبي. هتقول لي يا عم عمار حمدي والراجل بيلعب، تعالوا بقى اقول لكم الراجل مصاب وبتاعه في التاهيل. لا، تعالى اقول لك بقى خبر تاني، ان عمار حمدي في اواخر التاهيل خلاص. عمار حمدي هيرجع تاني ليه او هو بالفعل بيخش في التدريبات الجماعيه، واعتقد ان الراجل لو مقتنع بيه الخواجه هيبتدي يدفعه واحده واحده. طبعا الخواجه ما لحقش يشوف عمار حمدي.
بعد عمار حمدي خبر يعني بتنفرد بيه او بينفرد بيه عدي وشوت على صفحتها وعلى قناه عدي وشوت ان مسؤول النادي الاهلي ابتدوا المفاوضات مع محمد مجدي قفشه ليه عشان يجددوا له، ولكن المفاوضات شفويه والراجل ابدى يعني موافقه 100% وما اتكلمش فلوس، وقال من الاخر كده هات العقود ونمضي على بياض. النادي الاهلي مشتري محمد مجدي قفشه ومحمد مجدي قفشه مشتري النادي الاهلي، واعتقد ان مش هيبقى فيه مشاكل والراجل هيوقع خلال الايام الجايه، طبعا بعد يعني طبعا كالعاده موافقه الكابتن محمود الخطيب اللي الراجل اكيد ما عندوش مانع ان محمد مجدي قفشه يجدد للنادي الاهلي. نطير ونروح لنادي الزمالك. نادي الزمالك التيشيرت الابيض ابو خطين حمر من التالتة يمين، كانت في يعني اقاويل وفي كلام كتير، سامسون بنيني رايح مش جاي، الراجل ما خدش مستحقاته، الراجل بيهدد الزمالك، الراجل رفع، الراجل عمل، كل ده موجود على السوشيال ميديا والصحافه والاعلام، ولكن الراجل يعني خلينا نقول ان الراجل في تدريبات نادي الزمالك، والراجل ابتدى ينخرط في التدريبات. طبعا هو كان حظه وحش، لعب مباراه وجاب هدف، وجاب في مباراه الاهلي والزمالك قبل المباراه الراجل اتصاب، وبعد كده يعني ابتدى فتره العلاج، وبعد كده خد اذن ان هو يسافر لبلده في ظل التوقف اللي موجود، والراجل رجع مره تانيه لنادي الزمالك. تعالوا بقى نتكلم على كاس العالم. كاس العالم يعني بصراحه قطر مبهره في الاستادات، مبهره في التكنولوجيا المستخدمه، مبهره في كل حاجه، ولكن انا ليا تعليق وممكن ما يعجبش معظم الناس او بعض الناس، ان الافتتاح ما كانش على المستوى واقل من المتوسط. حتى لو انت عايز تحتفظ بالهويه العربيه، انا ما شفتش اي حاجه في الافتتاح. ولكن تعالوا نتكلم على الملاعب على اعلى مستوى، التصوير على اعلى مستوى، المعلقين كمان المعلقين، خلينا نقول نجيله الملعب، حاجات كتير، التنظيم، حاجات كتير جدا جدا جدا. بصراحه قطر يعني عامله يعني خلينا نقول ان هو يعني فخر لكل عربي كاس العالم اللي موجود في قطر حاليا، ولكن كان ينقصه حفل الافتتاح. تعالوا نتكلم في حاجه تانية، يعني ما كنتش حابب ان هي تظهر في كاس العالم. الغرب عايز يصدر لنا مشهد مش لينا، مشهد مش بتاعنا، مشهد ضد اخلاقنا وتقاليدنا وعاداتنا ودياننا او الدين بتاعنا او دياناتنا. يعني خلينا نقول لا المسيحيه ولا الاسلاميه ولا اي دين بيقبل بالمثليه، فخلينا نقول ان الغرب عايز يصدر لنا المثليه، ولكن احنا يا غرب لا، عندنا تقف احترام لعاداتنا وتقاليدنا ولديننا، لا هنقبل بكده. وانت رضيت ان انت تيجي عندنا وتلعب عندنا في ارض عربيه اسلاميه وبرضو ديانه فيها ديانه مسيحيه، لازم تتقبل كل الديانات، لازم تتقبل خلينا نقول اختلاف العادات، لازم تتقبل كل شيء، نحن لن نتقبل المثلية. وخلينا نقول ان منتخب المانيا خسر كتير جدا 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 باللي عمله امبارح، اذا كان من الجماهير المصرية اللي كانت بتعشق المنتخب الالماني، وخسر كتير جدا جدا على المستوى العربي. شكرا لقطر، شكرا لكل اللي اشتغلوا عشان التنظيم وكاس العالم يطلع في الصورة الجميلة دي. خلينا نقول ان نتائج العرب مبهرة، شكرا للسعودية مفاجأة من العيار الثقيل، شكرا لتونس، شكرا للمغرب، نتمنى ان انتوا تستمروا. طبعا هارد لك للسنغال وهارد لك للكاميرون وهارد لك لغانا، للدول الافريقيه برضو بنشجعهم، ما هو العرق يعني خلينا نقول افريقي وفي نفس الوقت من الشرق الاوسط، فانت عربي وافريقي يعني بتشجع العرب وبتشجع افريقيا. وطبعا هارد لك لقطر اللي ظهرت بمستوى غريب وعجيب بصراحه. وبصراحه شديده خلصت حلقتنا النهارده، استنونا في حلقات جديده جايه من عدي وشوت مع حاتم.